بالنسبة للدكتور صفوت، يعني من جر ذيول الناس جر الناس ذيله. يعني واحد ما يجيبش لنفسه يعني ابن حزم أكتر عالم تكلم في العلماء، وهو أكتر واحد العلماء هجموه. فده أسلوب ليس صحيحا، ليس شريفا، ليس فيه أدب الخلاف. وأنا قلت في بداية الحلقة إن احنا دي أيام والانتخابات هتتم، واللي ربنا عز وجل مقدره هيتم، وإحنا ممكن هنجتمع مثلا لو في إعادة ممكن نجتمع كلنا على مرشح إسلامي واحد. نعم. ولعل ما حدث يكون في مصلحة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فأنا بقول دكتور صفوت هون على نفسك، ولعل هذا يكون في خير، وما نقدرش نجزم. أنت تقدر تجزم من الخير مثلا في أبو الفتوح أو في الدكتور مرسي؟ ما تقدرش تجزم. يعني هي مسائل اجتهادية، أنا اجتهدت وأنت اجتهدت، قد أكون أنا مصيبا وقد أكون مخطئا وأنت كذلك. فخلي الأمور تتم، لعل ربنا عز وجل يوفق الأمة للأنسب والأفضل. أنا شفت إن الأنسب مثلا أبو الفتوح، والدكتور صفوت أو دكتور عبد المقصود شاف إن الأنسب الدكتور مرسي. فخلي الأمور ما نخسرش بعض، يعني ما نبقاش إحنا مشايخ بنخبط في احنا بعض. بنختلف، بس ده اختلاف وليس في اجتهاد وليس في شقاقا. شخص. يعني هذا لا ينبغي ابدا مش في منهج ولا فكر ولا عقيدة. نعم. فعشان كده احنا بنكرر يعني هذا النداء للمشايخ وللدعاة. عايزين نحافظ على المودة اللي بيننا كدعاة وكمشايخ وكعلماء، ونحن نحافظ على المودة ونحافظ على الخلق الإسلامي والأدب الإسلامي. بلاش التشهير والتشويه والتعيير، لأن بنشوفها بالطريقة دي. يعني الأخ اللي تجرأ على الدكتور صفوت والدكتور المقصود، يعني صراحة ما نقبلش أيضا نتكلموا عن المشايخ بهذه الطريقة، لأن هم يعني ما يتكلموا عليهم كده خلاص، يعني مش فهم ادوهم يعني باب ان هم يتكلموا بهذه الطريقة. فنحن ننصح الإخوة جميعا بالتأدب مع المشايخ عموما، وإن احنا نلتمس الأعذار لكل شيخ اختار اختيار معين، ونقول هو مأجور على كل حال، إما أجرين، أجر اجتهاد وأجر إصابة صواب، أو أجر واحد. ونحن نبقي على المودة والمحبة بيننا.